رغم ان الكذب بيصنف من ضمن الاخلاق المذمومة، الا ان في الحقيقة ان الكذب مرتبط ارتباط وثيق بالعقيدة. عقيدة من النافع ومن الضار. بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لأن علماء النفس بيقولوا إن الإنسان بيكذب إما لدفع مضرة أو لجلب مصلحة، ظنا منه إنه يقدر ينفع نفسه أو يحمي نفسه من أي ضر أو يجلب لنفسه أي مصلحة. والحقيقة إن في عقيدتنا دي من اختصاصات الإله، النفع والضر. أما العبد فيلتزم بأمر الله ألا يخرج منه إلا الصدق. يا مكدبنا في أسعار مقتنيات بتاعتنا عشان تبان أغلى فنبان أشيك ومنظرنا يبقى أحلى في عيون الناس، ويا ما رخصنا سعر المقتنيات دي عشان نخزي العين ونحمي نفسنا. والحقيقة إن الكذب لا بينفع. فانتظار العوض من ربنا عبادة، انتظار الفرج عبادة. ليه؟ لأن أنا منتظر الفرج، إذن أنا على يقين إنه جاي، وده حسن ظن بربنا، ودي من أجل عبادات القلوب. بس الفكرة إن أنا قاعد مستني، لأن عامل الوقت بالنسبة للبني آدم وخلق الإنسان عجولة. لو أنت سألتني أنت عايز إيه، أقول لك كل اللي اتمناه يجي بسرعة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن إحنا نثق في اختياره للتوبة.